المهم يا جماعة، بالذات أنتم يا بنات، شوفوا بقول لكم يا بنات، ليس الرجل الخليجي الذي ينجذب اتجاه المرأة المغربية لغزال دياري. طبعا أنا أحترم جدا المرأة المغربية، مرأة ست بيت. إنما جميع الرجال في الوطن الغربي والشرقي والأوروبي وكل الجنسيات والأديان كلهم، لا شاف المرأة المغربية تدوده يجيه شيء، لو تصير وشي، لو تصير شين، لو تصير، بس يشوف المرأة المغربية يحس انه شاف شيء لا يمكن، لا، ويعاملها معاملة مختلفة قسم بالله. بس انا عرفت الاسباب، حليلكم بخليكم كذا بس، لا يبعد قلبي انت، لا انا لازم، احنا لازم نتثقف، ولازم ناخذ الثقافات، ولازم اننا يعني نعلم ونتعلم، هي معادلة. المهم يا بنات، أول ما طاحوا ببرنامج، لا ننكر بكل مكان على مستوى العالم فيها الزين وفيها الشين من نساء ورجال. المهم أول ما طاحوا ببرنامج الكلوب هاوس وطيح بشلة مغربيات، أوه أقسم بالله جاني فضول جد مرة بشوف وش السالفة وش السر. طبعا أنا ما قلت لهم أنتم كيف تعاملون الرجل، أنت لا دخلت معهم كذا دخلة بالعرض وبديت أسولف. وهذا اكتشفت، أول شيء اكتشفته بالمرأة المغربية فيها خفة دم وفيها مرونة، لو تسفلين به، لو وش ما تقولين به يعني ترقع لك. خفيفة الدم غريبة، صوتها أنوثي، صوت فيه أنثى، يعني مو بتصارخ زي لا كل حماق، عرفتوا اللي صوت ناعم كيوت، حتى وهي شينها كيوت. صدق فيها أنوثة غريبة المغربية، ما شاء الله تبارك الله. يعني من طلعت على الدنيا وأهلها يعلمونها على أنا وظائفي، لي ما حكي عن المغربية أنا وظائفي متشذبة يعني أهلها يعلمونها على الأنوثة والرقة مع التعامل مع الناس، رقيقة، إنسانة رقيقة. ثاني شيء يا بنات اكتشفته بالمرأة المغربية أنها ما تنتظر من الرجل رد الجميل، ولا تنتظر منه شيء، تزين الشيء بذمة وضمير، تحشمه بذمة وضمير. يعني حنا صراحة يا بنات، الواحدة اللي صار عندها شيء أو تبي تسافر هي صديقاتها أو أي شيء، تقعد شهر تخطط وبس فكت خشتها عند رجل مطلعة ضروسه ومخالبة، بس قال لنا خفيف الدم، وقال لنا صنع بالبيت، وقال لنا ما شاء الله طباخ، وهي بقى عندكم احد بس عشان تسافر يا صديقاتها. لا، المغربيه مو بكذا، ما تزين كذا، هي كذا اصلا زينا حنا، اقعدي تميلحي وخططي، لا احشمي عشان تخدمي، لا هي كذا. حتى لو زينت كل شيء وقطعت قلبها وكل شيء وقالت تبي شيء وما عطاها، تحسبونها تقلب يلا بخلعك، لا يا حلالي، الرجال من تالي صارين مثل ضروس ما غير نمشي ونخلع. لا، ما عنده كذا المغربية، حتى لو يقول لا تقول حاضر السيد ديالي، حاضر الحب ديالي، تروح تجيب الطشت اللي كبري، تحط بملح وتجيب اظافره وتفركه ورجوله اللي كأنها عكلة ضبطة بتتمحضهن، وهو قايل له لا ودقن خشمه. بعدين هو عقب يتحسف، يبدأ لو تبي لبن العصفور جاب له. كذا المغربية يا بنات، كذا المغربية تواجه السيئة بالحسنة، يقول له لا تقول له حاضر، حنا يقول لنا لا خلعه نظيفة ببيتها، نظيفة بأكلها، اتيكيت. تعرفون ايش معنى اتيكيت؟ المرأة المغربية اتيكيت، حتى لو جت تجيب له كاس موية مو بزينا تجيب كاس الموية متدبق وتمسكه من فوق كذا، تمسكه دوك خذ تحلت وحلت، لا، المغربية تجيب صحن من تحت وتمسكه مع الطرف، تجيب ابتسامة حلوة وروايح وحمام مغربي، هو دقن خشمه وقايل لها لا، ولا عطاها ولا ريال، وما تمد له، لا تقعد بجنبه على جنب كذا جلسة أنوثية، بعدين تويت بوجهها بوجهه وبعدين تمد له الكاس. يعني عملية طويلة جدا عشان تعطيه كاس ماء. يعني فيهن اتيكيت وفيهن أنوثة وفيهن تعامل ابن، يعني الصراحة انه مجنون. طبعا هذه انا متأكدة من معلوماتي يا بنات، انا ما اجيب كلام من راسي، اقسم بالله انهن كذا. بعدين في شيء ثاني طبعا يا بنات، لا حد يزعل مني، انا قلت الحق،
في خليجيات وسعوديات اقسم بالله العظيم انها اجمل الجميلات بكل شيء، بصفات وبجمال وبكل شيء، وما تستاهل احد من الدنيا، والله العظيم ما تستاهل ملاك من الجنة. في سعوديات وفي خليجيات تستاهل ملاك من الجنة، ولكن الحظ هو بالنهاية يا بنات حظ، قسم بالله مو بالجمالك ولا لشهادتك ولا لمنصبك ولا 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 لأي شيء، هو الحظك. ولكن في أسرار غامضة ما حنا مستوعبين يا النساء الخليجيات والعربيات تجاه المرأة المغربية. في أشياء غامضة، تنكت بأنوثة، تمزح بأنوثة، تزعل بأنوثة، تتكلم كل أصلا من تقوم لما تنام هي ما تتعامل إلا بأنوثة المغربية. وخفة دم، خفة دم. يقولون الرسول داعي إلى الشينات، لكن ما أدري، الله أعلم يا بنات.